السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم وصفه ديال الفلفله معمره بالكفته والرز. نبداو بالمكونات بطريقه على بركه الله. كناخذوا الرز وكنطيبوه في الماء بحال الطريقه العاديه، نسلقوه. كناخذوا مقله اللي غنطيبوا فيها، طبعا الزيت هي الاولى. كنضيفوا الثومه، كنزيدوا البصله مقطعه مربعات، وكنخليوها تشحر مزيان. من بعد ما طابت البصله الصطياب، غناخد جهه اخرى نطيب فيها الكفته ديالي باش يلاه تذوب مع البصله، هي هذيك. طبعا النار تكون مهيله باش ما تحرقش معنا. من بعد ما طابت مزيان كنضيفوا ملح والابزار وصلصه ديال الطماطم. انا ديجا كانت مكونجليه، غنزيد نضيف شويه، غير شي شويه ماشي بزاف. تحميره، كمون، سفنجبير. نحرك الخلط مزيان. كنضيفوا الربيع في الاخير. في كاسريله وحده اخرى غنحتاج الثومه مطحون معفوصه، الزيت، ورق الرند، صلصه ديال الطماطم سواء عندكم كونجليه ولا توجدوها اللي بغيتو. غادي نضيف ايضا فلفله حمراء، ملح والابزار. غنضيفو صوص الطماطم معلبه. من بعد غنضيفو شويه ديال السكر باش ما كتجيش حامضه. كنوجدو المول اللي غنقدمو فيه على حسب الفلفل اللي عندكم شحال وشحال الكميه اللي غتبغي تخرجوا منها. هنا من بعد ما طابت لاصوص ديالنا نكبوها في الاناء اللي غادي نطيب فيه واللي غنقدم فيه في نفس الوقت. شويه في كل واحد على حسب شحال بغيتو ديال الصوص، واش بزاف ولا شويه. من الاحسن تكون طبعا خفيفه شويه باش كيطيب فيها الفلفله. انا خففتها شويه على حسب الطياب ديال الفلفله، وغادي نوضعوا الفلفله كما كتشوفوا. عاد غادي نعمروها. ما تنساوش الجبن حتى هو نحتاجوه، نعدلو في القاع وفي الفوق باش يلصق بعضياتو.
من بعد ما غادي نكملو غادي نكونوا شعلنا الفرن ديجا درجه الحراره ديال 160 170. خليوه يطيب على خاطرو طبعا. ومن بعد ممكن نضيفوا الجبن، ممكن لا، على حسب الاختيار. الى اللقاء، ونتمنى تكون الوصفه نالت الاعجاب ديالكم.